صباحو، معكم ماما نجاة من لبنيز كيتشن. صباح الأمل، صباح الفرح، صباح المحبة والسعادة اللي بتنبع من قلبكم. إن شاء الله نهاركم بيكون حلو وسعيد وحتى ليلكم بيكون حلو. أنا اليوم اخترت لكم أكلة خفيفة عملتها، ممكن اللي صايم برمضان ممكن يستعملها على السحور، يعملها مش ممكن يعملها على السحور. لأنه خفيفة وطيبة ومفيدة وبتشبع. هي عجة بس بطريقة مختلفة. هلأ بتشوفوها كيف عملتها أنا بطريقة طيبة كتير، وممكن هي للفيجيتيريان للنباتيين ممكن يقدروا ياكلوها. بس ما تنسوا اعملوا لي لايك. يلا سوا. كوسة محشي ولوب بزيت، هيدا الأكل شغل البيت. المكونات لعجة نقر الكوسة: نقر الكوسة، بصل، بيض، بهارات متنوعة، بندورة، برش حامضة، كم عرق بقدونس ونفرمهم ناعمين. هاي جوزة الطيب، ربع معلقة فانيليا، معلقتين صغار مليانين بيكنج باودر، 6 معالق طحين أو لكل بيضة معلقة طعام، معلقتين ملح أو كمان حسب الذوق، أوريغانو رشتين قد ما بدكن، حر ناعم أحمر، وزيت نباتي. أنا جبت الكوسة، بدي أعمل كوسة محشي، نقرتن وخليت النقرات تعولن. هاي النقرات خليتن مثل ما هن. هلأ لازم افرمن لأنه بيطلعوا شقف كبيرة. هلأ بتشوفوا كيف رح أعمل العجة. هول نقر الكوسة بدنا نخرطهم ناعمين قد ما بدنا. هلأ بدوبوا ما تلاقوهن كتار. شوفوا شو بعمل بنقر الكوسة. هيدول كتير بيحمل نقر الكوسة مي، بعصرن. شوفوا قد ايه بيطلع مي، شايفين؟ بعصرن كتير منيح وبعدين بخرطن. البصلة أنا فارمتها من قبل وحاطة عليها ملح وبهارات. هلأ بدي أخلطهم مع بعض. هاي البصلات مع أنا رشيت ملح على البصل، بس بدي رش شوي كمان، ربع معلقة مش أكتر، لأنه كمان في البيض. هلأ بخلطهم مع بعضهم. شوية بقدونس بنفرمهم ناعمين لنرشهم على الوجه، نخلطهم كمان كلهم سوا. انتو قد ايه بدكن بيض بتحطوا؟ انا ححط 6 بيضات. هول بيعملوا اكتر كمان، بيعملوا 8. هيدا كيلو ونص كوسة وهيدي 6. انا جبت هيدا الجات كبير، بس الصراحة ما عندي وسط، عندي صغير او كبير. ملح طبعا، نحن حطينا ملح للبصل وملح للكوسة، فبدنا ننتبه كتير منيح قد ايه بدنا نحط ملح. وهول البهارات بهار وقرفة شون عمل. الشي اللي مهم جدا هو جوزة الطيب. هاي جوزة الطيب، هيدي نص جوزي صارت. هلأ بدي ابرشها. ربع معلقة فانيليا، معلقتين صغار مليانين بيكنج باودر. بصوبن الحامض، الليمونة الحامضة كتير منيح. بحط من قشر الحامض هيك حتى يطلع له طعمة. وإذا بدكن بتبرشوا برش، يا ويلي كم مرة من صوبن إيدينا.
يلا هلا الخفاقة اليدوية لأنه ما في كهرباء. نخفق قد ما فينا. شفتوا هيدا غميق ما بيعود يظهر لبرا خي. رفخوا منيح. لكل بيضة أنا بحط معلقة طحين بس، يعني عنا 6 بيضات 6 معالق طحين. ما بدنا نخفقه، بدنا نحركه تحريك. كل ما حركنا الطحين تحريك بصير ما بيعود، بتصير ترفخ العجة أكتر. ما بدها خفاقة، بس أنا عم حركهم بالخفاقة، ما عم بخفق. النقر والبقدونس والبصل إلا صفوا شوي. إيه جامدين. خلينا نحط بعد بيضة. شايفين؟ بدي اخفق البيضة قبل ما احطها فوق. زيادة ها، صارت احسن. صحيح. هلا حتى لو كان طلعت جامدة بتطلع طيبة يعني، بس هيدا الاعتدال تاعها. خلص هلا بدنا نتركها ترتاح. كل ما تركناها وقت ترتاح كل ما نفخت اكتر. يعني فينا حتى لتاني يوم تطلع بتجنن قد ما طيبة. أختي قالت لي برش عليهم شوية بهار أبيض وبهار أسود. وكمان ذكرتني إنه الحر شو طيب معهم. هي قالت لي حطي حر، بدي شلفتها أنا بالحر. طلعوا كتار. يلا خليها تحرحر. بس هيدي ما حتساعدني بالخلط. احنا مقصرين كتير بالأفلام المصرية. صار لونهم أحمر. حنقدر ناكلهم؟ هي قالت لي حطي حر، أنا ما خصني. يلا أختي أصرت إنه لازم حط بندورة بتطلع أطيب. هي معها حق. قالت لي أنا بفرمها إذا ما بدك تفرميها. قلت لها لا. قلت لها إيه قومي فرميها، بس حرام عم تشتغل، عم تلف ورق عنب. يلا لا أعمل بندورة أنا، بس منصغرها وبعدين ما منحط المي تاعتها. هيدي شغلة مهمة. شلنا هاي طبعا. اوكي طبعا مرق ساعة ونص. حنحط البندورة. هلا معناته صار بدها ملح كمان بعد. بنحاول اذا في زوم للبندورة ما نحطهم. شايفين الزوم؟ ها منطلعهم أزبط بدون. ايه هيك صار. بدنا ناكل عجة، بدنا ناكل عجة. يي منيح اللي بعدنا ما قلينا. نسيت الأوريجانو. يا لطيف شو بيعطي طعمة طيبة. أطيب شي الأوريجانو مع البيض. نخلطه جيدا. هلأ طلعت ريحة الأوريجانو طيبة. زيت. بياخد زيت كتير منيح. شعل الغاز ويحمى الزيت. نجرب شوي إذا سخن الزيت. يلا حمى. بدي أعملهم راس صغار. هلأ مقويين النار، بعد شوي بنخفف. بس خلينا هيك نرجع هلأ نقلبهم حتى ما يتحمروا كتير. اقلبهم. طبعا خففت النار كتير ويستوي قلبهم لأنه حمروا من فوق. هلأ من تحت إذا لازم نشيلهم. أيوة يا عين يا عين على العجة يا عين. هيدي بدي أقلبها شوي. ارجع
أيوة هي قلبناهم كمان ومنشيلهم. دايما انتبهوا لما بتكونوا عم تشتغلوا على النار، إنكم تطفوا النار قبل ما تشيلوا الأكل لحتى ما ننسى. هنصفيهم شوي لحتى ما ننساهم. هاي العجة شايفين شو حلو هالصحن، وفينا ناكل معهم كبيس. هاي أختي عم تحط كبيس لناكل معهم، كبيس لفت. تفضلوا كلوا معنا. هلأ أنا بدي آكل عجة، ما بقى فيي أنطر. طعمة الأوريجانو بتجنن. طيبين يا هيفا؟ طيبين؟ كتير طيبين. تعالوا كلوا معنا. يلا بعد لقمة وبرجع بقولكم باي باي. يا الله، شفتوا؟ شو طيب كتير. يلا بدي اكل. شو رأيكم؟ ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله اكون عطيتكم فكرة جديدة وطيبة. ما تنسوا، برجع بقلكم مرة تانية، ما تنسوا تعملوا لي لايك. اللايك بشجعني، الكومنت بشجعني. يا ريت تكتبوا اي شيء بدكم اياه. اذا انتم حابين تقولوا لي وصفة تانية، اذا بدكم تطلبوا مني شي اكلة، اهلا وسهلا فيكم. كمان اللي ما عمل اشتراك بالقناة يا ريت يشترك، بيكبس على كلمة اشتراك او سبسكرايب. بيطلع له جرس صغير بيكبس عليه بصير يحضر كل فيديوهاتي. واحضروا الفيديوهات القديمة كتير حلوة. وكمان بقلكن شو بدي قلكن قالوا لي امبارح انه اذا نسينا قال شيء، قال نحك ورا دينتنا لانه مصدر الذاكره هون. بس انا بحك ما ما عم يمشي الحال. المهم ما تنسوا كمان تفرجوا الفيديوهات تاعولي لاصدقائكم. وهلا بقلكن باي.